السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نانا الصباح. النهاردة هنعمل حاجة حلوة كده. الليمون الإيطاليا ده بنطلع منه يعني كنوز. عملنا منه الليمون اللي هو المكدوس اللي هو من غير سلق ومن غير حاجة، عملناه ني. وعملنا اللي هو مسلوق المكدوس اللي هو بيتاكل بعد اسبوع. انا قلت بعد اسبوع مش يومين ثلاثة او تاني يوم. ودلوقتي هعمل من العصير بتاعه. عملنا منه طبعا العصير بتاعه اللي هو عملنا قوالب الليمون الايطاليا. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا طلعته عشان اعمل النهارده حاجه حلوه كده بالليمون الايطاليا. انا جبت نص كيلو لبن. انا هقول على طول وانا بحط المقادير في الحله. هقول المقادير: نص كيلو لبن، من نص كيلو لكيلو الا ربع، من نص كيلو لكيلو إلا الا ربع. ربع. خلاص، يبقى حطينا نص كيلو اللبن. هنحط عليه 3 معالق سكر. 3 معالق سكر. سكر. هنحط 3 معالق كاستر وعليهم معلقه نشا. نشا. يبقى دول 3 معالق كاستر وعليهم معلقه نشا. نشا. هنحط كده. ده كله على البارد. ده كله على البارد. على البارد، لان لو عملنا حطيناه في حاجه سخنه النشا هتكلكع، والكاستر هيكلكع. خلاص، دي مقاديرنا كلها. خلاص، وهنحط بقى عصير الايطاليا كده. جبنا 4 قوالب اهو، بسم الله ما شاء الله. هنحطهم بقى كده. طبعا الطعم بتاع الحاجه اللي احنا هنعملها ونقلب دي حلو عشان هنقلب بقى كده كله على البارد كده. عشان النشا ما تكلكعش. وايه تاني؟ والكاستر الكاستر. والسكر يدوب كده مع القوالب العصير الايطاليا. خلاص، هنقعد بقى نقلب كده. ناخد بق قهوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم نظبط الدماغ شويه كده. هي ما تتظبطش ولا حاجه، دي هي حاجه عاده. هي القهوه دي عاده، خلاص هي عاده. نركن بقى كده عشان نخلص. نقعد نقلب فيها بقى لحد السكر ما يدوب ونروح بعد كده على على البوتاجاز. لما السكر يدوب والنشا والكاستر. خلاص، يلا بينا نروح على البوتاجاز. يلا بينا. دلوقتي حطينا الحله اللي هي فيها المكونات يا يوسف؟ نص كيلو. نص كيلو لبن. وممكن كيلو الا ربع. وتلات معالق كاستر. اه ومعلقة نشا. او كده. وكم سكر يا يوسف؟ وتلات معالق سكر. او كده. وأربع أربع تقلاب 4 قوالب ليمون ليمون ايطاليا. اهو كده. بصوا اللون، بسم الله ما شاء الله. بصوا لون الليمون الايطالي عامل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا اهي. نقعد بقى نقلب فيه كده لحد ما يغلي ويلف ويتقل معانا. صح يا يوسف؟ صح. صح. بعد كده بعد ما يستوي ويتقل معانا هنحط هنحط قالب زبدة. وبعد ما نطفي عليها هنحط يا يوسف؟ رشة فانيليا. اهو كده. او ربع معلقه فانيليا فانيليا سايله. اهو كده. لو نقعد بقى نقلب فيه كده لغايه ما يستوي النشا مع الكاستر مع الليمون. لو ما عندناش سايلة نحط بودر. اهو كده. خلاص يا يوسف. نقعد نقلب لغايه لما تتقل معانا. لما تتقل معانا نسيبها بقى. لما تتقل معانا نقعد نقلب فيها كده شويه. دلوقتي الخليط بتاعنا الحلو ده بتاع الليمون الايطاليا الحلو الجميل ده اللي احنا هنعمل حلوى ليمون الايطاليا. احنا عملناه حادق، هنعمله بقى حلو. هنحط يا يوسف؟ نحط قطعة الزبدة. قالب زبدة كده. خلاص، حطينا قالب الزبدة. هنقلبه بقى كده هيسيح. هنحط تاني؟ رشة الفانيليا. رشة الفانيليا. ما عندناش فانيليا بودر هنحط فانيليا سايلة. اهو كده. لو ما عندناش سايلة حط بودر. اهو كده. اهو يوسف قال سامعين. احنا حطينا في الحلة من الاول يا يوسف؟ نص كيلو لبن، من نص كيلو لكيلو الا ربع. و3 معالق سكر من 3 ل4. و3 كاستر وممكن نحط 4. ومعلقة نشا. خلاص، حطينا تاني؟ حطينا حاجة تانية يا يوسف؟ هنحط رشة الفانيليا. هنحط بقى الفانيليا. هنحط فانيليا سايلة.
بس كده. خلاص حطينا الفانيليا، خلاص قفلنا البوتاجاز. هنروح نحطه ايه في القالب، هنروح نحطه في القالب. يلا بينا نحطه في القالب. دلوقتي عملنا الخليط الحلو بتاع الليمون الايطاليا الحلو ده، هنحطه فين؟ في القالب. خلاص احنا بس ندهن القالب دهنة زيت خفيفة كده. هنجيب كده زيت او سمنة، ممكن زيت وممكن ايه سمنة. هنجيب الفرشة. دلوقتي حطينا ايه معلقة زيت وندهنا بيها القالب كده 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 اهو. خلاص قلبنا القالب بالزيت. هنحط ايه الخليط بتاع الليمون ايه الإيطاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط حبة حبة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بصوا الرحيم. كده اهو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. خلاص هننزل بقى كل الخليط ده ونسيبه لما يبرد، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بعد ما سيبنا الخليط الحلو ده بتاع الليمون الايطاليا يبرد، خلاص خلصنا منه سايبينه يبرد اهو. هنجيب بوله ونحط فيها نص كوب لبن كده، نص كوب لبن. ما عندكيش لبن حليب، انا عامله لبن بودر. حطيت معلقتين لبن بودر، وحطيت نص كوبايه ميه وقلبتهم، بقى عندي لبن. خلاص كده هنحط فيهم 3 معالق كريم شانتيه. يبقى حطينا نص كوب لبن وحطينا ايه 3 معالق كريم شانتيه. هنحط ايه تاني بقى؟ هنحط قوالب الايه الليمون الإيطالي. الليمون الايطاليا هنحطهم كده. خلاص ونضرب المضرب كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول نقلب كده عشان زي ما حضراتكم شايفين كده عبقنا كده كده. خلاص بس كده. نروح شغالين كده نقعد نضرب فيه كده. حطينا ايه في البوله يا يوسف؟ نص كوب لبن و3 معالق كريم شانتيه. و3 قوالب ليمون إيطاليا. ايطاليا. خلاص هنضرب بقى كده، نقعد نضرب فيه. احنا حاطينه في البوله نص كوبايه لبن و3 لبن بودر و3 قوالب ليمون إيطاليا. هنحط بقى معلقتين سكر كده ونضرب. خلاص نقعد نضرب لحد ما يتقل بقى الكريم شانتيه ده كده، والسكر يبوش ويدينا سلك كده حلو اللي احنا عايزينه. دلوقتي بعد ما عملنا الكريم شانتيه بسم الله ما شاء الله، بصوا اهو خلاص عملناه. هنجيب بقى نزوق الحاجه الحلوه الجميله دي بتاعت ليمون الايطاليا. خلاص كده كده. ايه رايكم بقى في الفكره الفظيعه دي؟ حلوه صح؟ كده كده كده. نقعد بقى نزوق كده ونعمل وردات كده لحد ما نخلص الكمية كلها. كده 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 كده. نعمل كده كده اهي كده اهو كده اهي كده كده اهو. نزوق بقى نكمل بقية الجرنشة. نزوق بقية الجرنشة كده وبعدين نشوفه. دلوقتي بعد ما حطينا الطبقة التانية بتاعت الكريم شانتيه على الطبقة بتاعت الليمون الإيطاليا، وطبعا الكريم شانتيه حطينا عليه كمان مكعبات ليمون الإيطاليا، بس طعمها ما اقولكمش طعم الكريم شانتيه بالليمون الإيطاليا في منتهى الجمال. شفتوا بقى الفوائد بتاعت الليمون الإيطاليا؟ عملنا منه ليمون مخلل
اللي هو المكدوس الني، وعملنا منه المسلوق، المكدوس المسلوق، وعملنا منه العصير، عصير الليمون، وحطيناه في قوالب التلج، وعملنا منه الحلوى الجميله دي. شوف عملنا كام حاجه، وممكن تعملي منه صابون، وممكن تعملي منه حاجات كتير قوي، بشر ليمون برضك بدل الفانيليا. بسم الله ما شاء الله. بصوا جرنشنا بقى الكريم شانتيه، بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى ايه، شوكولاته شيبس كده، نحطها عشوائي كده اي حاجه عشان تنطق معانا كده. ايه رايكم كده اهو؟ ايه رايكم؟ انا اكمل بقيه الجرنشه بالشوكولاته الشيبس دي، ونشوفها شكلها ايه. دلوقتي بعد ما جرنشنا الحلو بتاع الليمون الايطاليا، بسم الله ما شاء الله. احنا قلنا الليمون الايطاليا عملنا منه اكتر من طريقه المكدوس اللي هو الليمون الايطاليا الني، والمكدوس اللي هو مسلوق. خلاص عملناه بطريقه حلوه وتحفه. وعملنا كمان عصير الليمون اللي احنا عملناه في قوالب التلج، بسم الله ما شاء الله. ودينا عملنا منه الحلوى الجميله دي. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا الطبقات بسم الله ما شاء الله، بصوا لون الليمون عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. ايه رايكم نعملها اهو؟ يعني الواحد جات له الفكره وايه، راح قايم منفذها على طول، عشان حبايبنا اللي بيشاهدونا والناس الحلوه الكمل اللي هم بيشجعونا وبيشوفونا وبيعلقونا يشوفوا الطريقه ويعملوا زيها، وممكن يعملوا كمان احسن منها. احنا يا دوبك بندي كفكره، واللي عايز بقى يبدع في الفكره دي ويطورها ويعملها حلو يعملها، مش اشكال، ما عنديش اي مانع، والله العظيم ما عندي اي مانع. تعملوها ان شاء الله، تعملوها وهي بسم الله ما شاء الله. بصوا جرنشناها بايه. ممكن لو عايزه تحطي بدل الشوكولاته الشيبس دي تحطي تجيبي شوكولاته خام وتبشريها بالمبشره كده من فوقيها، يا سلام تبقى تحفه برضو. عايزه تعمليها زي ما انا عاملاها كده بالشوكولاته الشيبسي، اعمليها. عايزه تجيبي شويه فورماسيه، معلقه فورماسيه كده وتروحي رشاها، يا سلام برضك هتطلع في منتهى الجمال. واقول لكم بقى على حاجه بامانه، طعم الكريم شانتيه طعم الكريم شانتيه بالليمون الايطاليا طعمه تحفه، والله العظيم طعمه تحفه. انا لو مش طعمه تحفه انا ما كنتش قلت، لان دي امانه وهنتحاسب عليها. خلاص تعملوها ان شاء الله. ده بقى انا هدخلها التلاجة تجمد وتبقى حلوه كده، ونشوف نقطع خرطه كده ونشوف هيبقى شكلها ايه. خلاص يلا بينا ندخلها التلاجة، يلا بينا ندخلها التلاجة. بعد ما حطيناها في التلاجة بتاع ساعتين كده او ساعه ونص، بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا تعالوا بصوا، بصوا معايا، شفتوا القمر ده؟ شفتوه؟ ما افتكرش. بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي. ايه رايكم؟ جميله. يبقى عرفنا بقى ان الليمون الايطاليا عملنا كنز، عملنا منه حادق وعملنا منه ايه حلو. هنشوف بقى احنا شفنا الحادق، هنشوف ايه الحلو. نقطع بقى التورتايه الجميله دي بقى، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. نقطع كده كده، نقطع كده، نقطع ايه كده اهو كده كده. هي كفكره، هي فكره جهنميه حلوه، بسم الله ما شاء الله. هنطلع كده بقى كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكسفناش بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. دي عشان ايه ملظلظه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا عامله ازاي، بصوا عامله ازاي اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا بصوا الكاستر الليمون الايطاليا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه رايكم؟ حلوه حلوه، بس نجيب ايه، معلقه او شوكه. نجيب معلقه او شوكه كده اهو، ننزل بقى كده اهو. هي كانت عايز تقعد شويه في التلاجة، بس الكريم شانتيه تحفه 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 تحفه، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ندوق حته، تيجوا معايا تدوقوا حته كده. بصوا نسيب دي بقى كده اهو كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر.
الله، جميلة تحفة. الله يعني بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، تحفة تحفة تحفة. نعملها إن شاء الله. إيه رأيكم؟ بس هي كانت عايزة تقعد في التلاجة شوية، كانت عايزة تقعد في التلاجة شوية. ممكن تعمليها في كاسات أو ودلوقتي يعني قلنا ممكن نعملها في كاسات، وممكن نعملها في بولات كده حلوة طبقات، وممكن تحطي تحت الكاستر بالليمون القطاليا بسكوت، طبقة بسكوت. دي بقى اللي تاهت عن دماغي شوية، نسيت خالص والله، نسيت خالص. ممكن تحطيها بقى طبقة البسكوت، وبعدين طبقة الكاستر بالليمون القطاليا، والطبقه بتاعت الكريم شانتيه، هتبقى تحفه واحلى من دي كمان. ايه رايكم؟ هتعملوها ان شاء الله. تعملوها بقى في كاسات، في صينيه، بس انا بنصح تعملوها في كاسات احسن. كاسات كده محندقه كده صغننه، كل واحد ياخد الكاس بتاعه او البوله بتاعته ويقعد ياكل، وبالهنا والشفا عليكم. واقول لكم ايه بقى، تعملوها. شفتوا بقى الليمون القطاليا كنز ازاي؟ عملنا الحادق وعملنا ايه الحلو، عملنا الحادق وعملنا الحلو. خلاص. جربوا بقى. اغلبيه الناس عملت الحادق، بس يعني متهيألي قله قليله قوي قوي قوي، قليله قوي اللي عملت ايه الحلو. يمكن انا اول واحده اعمل حلو من اسمه ايه، من الليمون القطاليا. خلاص. هاتوا بقى ليمون قطاليا واعملوا وخزنوه واعملوا فيه يعني هتعملوا حاجات كتير قوي 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 قوي. انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه. الليمون الحادق والحلو بتاعنا الحلو ده الجميل ده الكاستر، هتعملوه ان شاء الله وهيعجبكم. وان شاء الله كده تحفظوها عندكم للشهر الكريم لرمضان، ويبقى بالهنا والشفا عليكم. واقول لكم اخيرا كانت معكم منى الصباحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.